القصه ابتدت لما جت صاحبتي قالت لي ان هي عايزه شنطه اختي دي بالظبط تكون على قد المحفظه والتليفون. فدخلت على بنترست وكتبت اسم الشنطه رافلز باج وقعدت ادور على التوتوريال بتاعها. بصراحه كل اشكال الشنطه والوانها تحفه، وكمان بعد ما خلصتها كمان اتاكدت قد ايه شنطه جميله، مش بس الوان لا كمان عمليه جدا. قعدت ادور لحد ما لقيت الفيديو ده لدانييلا، هعمل لكم منشن برضو للبيج بتاعتها، تقدروا تلاقوه على يوتيوب. دانييلا بتشرحه كويس جدا وبجد بتعملها حلوة قوي. ومن هنا بقى جبت الخيط والابره وابتديت اتابع. في الاول كنت محتاره بصراحه استخدم الخيط الابيض ولا السكري، بس هي قالت لي ان هي عايزاها بيضه وعايزه الرفلز تكون لونها بينك او روز يعني. كنت محتاره ابره 4 ولا 4.5، بس انا كنت هستخدم خيط اليزا اكريليك، فبالتالي قلت 4.5 كويسه عشان ما تبقاش ضيقه زياده عن اللزوم وتبقى الغرز واضحه. عملت 40 سلسله، هي كانت عامله 30 انا عملت 40 عشان ما كنتش عايزاها تبقى صغيره قوي قوي. عملت فيهم غرزه حشو، ده السطر الاول. السطر التاني هعمله غرزه حشو بس في اللفه الخلفيه بس. السطر التالت بقى وهي دي الغرزه اللي هنستخدمها في الشنطه كلها، وهي ثيرموستيتش او الغرزه الحراريه. الغرزه دي جميله قوي وقويه وبتربط كل سطور الشنطه ببعضها، وهي برضو نفس الغرزه اللي انا استخدمتها في الشنطه دي ونزلت لكم كل الصور بتاعتها. الناس بقى اللي خايفه ان الشنطه تمط منها عشان خيط اكريليك وطري، انا كمان خفت زيكم وعملت بطانه لونها ابيض لايد الشنطه بس من جوه مش للشنطه نفسها. وكده كده الغرزه دي اصلا قويه ومش زي غرزه الحشو العاديه. وهنا بعد ما خلصت الشنطه وبجد فكرت مليون مره ان انا اخدها وما اديهاش لصاحبتها، بس هي بجد كان نفسها فيها جدا. هسيبكم مع الريفيو بتاعها بعد بس ما شافت الصوره. هسيبكم مع تفاصيل الشنطه واقترحوا عليا الوان نعملها مع بعض، لان الشنطه دي ميكس الوان تحفه، اي لونين مع بعض بيبقوا حلوين جدا عليها، غير الفيونكات اللي بيخلوا شكلها خطير. وانتوا كمان تقدروا تعملوا اوردر بالالوان اللي انتوا عايزينها، لينك الانستجرام في البايو. وبس كده، لايك وفولو، باي باي.